كثير من النشاطات اللي نحن نكون فيها ما كل الناس يشاركونا بنشاطات اللقاءات مع القوى المختلفة المتدخلة بالقضية السورية. لذلك مشاركة هذه النشاطات السياسية الدبلوماسية مع النخب ومع جماهيرنا هو من أحد آليات عمل مجلس سوريا الديمقراطي. طبعا الوضع السياسي دائما إذا نحن قمنا بتحليل الوضع السياسي المقدمات الخاطئة دائما يعطي نتائج خاطئة. ليش عم بركز على بداية الحديث؟ وقت اللي بدأ الأزمة السورية صار في حراك شعبي واحتجاجات بكل المناطق، كان هناك قراءات خاطئة. في كثير من الناس قالوا انه بعد 3 أشهر مثل ما صار في تونس بمناطق ثانية رح يتغير الوضع بسوريا.